صفقة خليل بدر. مهدي مجددا مرور ممتاز لعيب مهدي زين التسديدة ممكن هدف أول. جول 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 جول. محمد صادق صدق على كلامي انه هو الاكثر خطورة الاكثر ازعاجا، لا بل اكثر اللاعبين خطورة على مرمى الصفا وداخل منطقة الجزاء. صدق على ووين بارض الولادة عم يولد من جديد كنجم بالتأكيد مع النجمة. محمد صادق عم يسجل اول الاهداف النجموية بمرمى الصفوية على ارضه وبدعم من جماهيره النجموية على الارض الطرابلسية. صادق عم يولد من جديد بمنطقة بالكرات الرأسية. كوراني بيلعب الكرة مباشرة، هذه مرتضى بالبوكس ببعدها بتروح لعند علي رضا اسماعيل، ممكن يعكسها مباشرة بالفعل هالامر يلي بيعمله علي رضا اسماعيل بالكرة الى داخل منطقة الجزاء. كوراني مش متسلل بيعكسها بالرأس بدوره. قاسم الزين عم يتدخل، فرصة هدف ثاني، فرصة هدف ثاني لفريق النجمة. جول 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 جول. النجمة بكل هجمة حسسنا بوجوده القوي بمباراة اليوم. قلت بالكرات الثابتة الخطورة بتكون موجودة. الكرة الثابتة انلعبت ارتدت من علي رضا اسماعيل او انعكست من علي رضا اسماعيل وارتدت بعرضية من الكاء. انهت صبر ماهر، صبر الماهر قام بمتابعته داخل المنطقة. شوفوا بالاعادة قاسم الزين تدخل وهون الكرة يلي اعتبر الحكم انها دخلت المرمى انها تخطت خط الملعب او خط المرمى وبالتالي عم تعلن عن الهدف الثاني لفريق النجمة. هون قاسم الزين التدخل وماهر صبرا من قلب الدفاع الى قلب الهجوم. ام تي في يوتيوب ام تي في مع كرة ايضا ملعوبة حلوة كثير. جوزي البرتو امبالو عم يفتتح رصيده التهديفي مع فريق النجمة بالهدف الثالث، الهدف الرقم 9669 بتاريخ الدوري اللبناني. هالقد وصل عدد الاهداف. لويس الخوري قلت خلوا عينكم عليه، هو اللي عم يلعب الكرة العرضية مرة جديدة، وهالمرة جوزي البرتو امبالو عم يقابلها بقذيفة داخل الشباك الصفوية بقدمه اليسرى. هدف لامبالو. اذا مجددا عبد الله مورا بيشوفوا لويس الخوري اللاعب يلي قلت عنه مكسب لفريق النجمة عم ياكد هالامر. حكيت عنه قلت مؤسس بمدرسة مانشستر سيتي، قلت مر ببلاك من